السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ عاملين ايه يا حبايبنا؟ يا رب كده ان شاء الله تكونوا بألف خير. بصوا بقى، الحاجات دي طبعا حلوة جدا في الشتاء وموجودة كتير و... وتحسي كده الواحد لما بيجيبها في البيت بيبقى البيت كله خير. ده طبعا القمح بتاع البليلة، بس انا مش هعمل ايه، انا هعمل الترند اللي طالع، يعني اللي هو ترند البليلة بطشة الكنافة. الترند ده طالع جدا، انا شايفه الناس كلها بتعمله. وكمان على فكره في المحلات دلوقتي، محلات الرز بلبن بقوا بيقلدوا الترند اللي طالع ده، يعملوا لك البليله لو انت طالبه بليله يعني، ويطشوا لك عليها طشه الكنافه. فاحنا بقى النهارده كده هنجربه مع بعض. البليله بطشه الكنافه، ومنها بتدفي طبعا مغذيه وحلوه وجميله. طبعا اللي حابب بقى يجرب الترند دوت بطشه الكنافه يجرب، مش حابب يعملها عادي ويشربها عادي زي ما احنا متعودين عليها. بصوا بقى، انا جبت كده نص كده كيلو قمح. بصوا القمح جميل كده بصراحه، وبيحسس الواحد كده بالدفى والخير في البيت. انا هنقعه بقى، هاخده كده انقعه في شويه ميه وبعد ما هنقعه هسيبه بقى كده ساعه ساعتين، وهسلقه وهنعمله بطشه الكنافه. شوف بقى نعمله ازاي، وان شاء الله كده يا رب يعجبكم. بصوا بقى بصوا بقى يا حبايبنا، كده بعد ما سيبناه ساعتين، بصوا بقى عامل ازاي، على فكرة بيزيد كمان وبيطرى. هنغير بقى المية وناخده نغليه على النار لحد ما يستوي، لان ده لازم اكيد كلنا عارفين يعني القمح وبيتعمل ازاي. كلنا عارفين ده لازم يستوي سوا كامل. بس انا هغير المية وهغلي بقى مية وهسيبه هسلقه. بعد ما هسلقه ان شاء الله هنشوف بقى هيبقى احلى قمحة واحلى بليله بطشه الكنافه. ان شاء الله بقى يعجبكم. هاخده بقى اسلقه وما يسري، هنشوف هنكمل بقيه طريقتنا ازاي. حبايبي بصوا بقى القمح السلق اهو، سلقته بقى طبعا، ونسيت بس اقول لكم حطيت معاه حبه رز كده حلوين عشان يدينا السمك زي البليله اللي بيبيعها الراجل اللي في الشارع. حبه رز كده يعني كبشه رز كده حلوه اهو. بصوا هاخده بقى كده ان شاء الله. طبعا ايه، هحطه في قلب اللبن ده انا غالياه، بس لسه هحط تاني، يعني لسه هسخنه تاني. احط بقى الحب حلوه بقى بصراحه الجو برد جدا، وهي عايزه الوقت ده يعني، محتاجينها احنا في التوقيت ده. هاخده بقى كده هسخنه ايه على النار. طبعا هحط عليه السكر، بس هنقص شويه عشان اللبن زاد اهو. قصت بس شويه كده. احط بقى السكر. طبعا السكر حسب الرغبه، انا بحب البليله مسكره شويه، لازم السكر كده شويه سكر حلوين. اخدهم بقى احطهم كده على النار يدفوا. ومعايا الطاسه اهي. الطاسه دي بقى احط فيها حته سمنه حلوه، حته سمنه حلوه كده عشان احمر فيها الكنافه. بصوا بقى معايا هنا شويه كنافه حلوين اهم. بصوا حطيت عليهم حبه سكر بودره، وبحطهم في الفريزر ايه يجمدوا. بصراحه الكنافه دي كانت عندي من رمضان بصراحه يعني، انا بحطها في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجه. بصوا بقى اخدها كده اهي، احطها مع السمنه، وهناخدها بقى نحمرها ايه على البوتاجاز بشويه سمنه، ايه بحته سمنه بلدي كده حلوه. ونشوف بقى نكمل الباقي ازاي. بصوا بقى نزلناها من على النار، نحط ظرف الفانيليا الحلو ده عشان يديها طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى الطواجن بتاعتنا الحلوه دي كده زي المحلات بالظبط اهي. نجيب بقى طواجننا الحلوه الجميله دي ونسم بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. كل واحد بقى ياخد الطاجن الحلو ده كده في الجو البرد ده كده يدفي جو تلج.
جميله جميله جميله، طبعا سكرها حلو ومظبوط. واحلى حاجه بقى الطواجن دي كده عشان تديكي المود ان انت جايباها من المحل، احلى حاجه. حابه بقى في كوبايات، كل واحد طبعا على حسب اللي عنده. بصراحه انا بحب احط الحاجات دي في طواجن، بحس كده ان انا جايباها من المحل بالظبط. كل المحلات دلوقتي بتدي في الطواجن ديت، زي بتاع اللبن زمان وبتاع الزبادي، كنا نجيب منه كده في رمضان الزبادي في الطواجن ديت، وكنا نرجعها له عشان يدينا فيها الزبادي تاني يوم. بصوا بقى، نجيب بقى الطشه الحلوه بتاعتنا، نجيب الطشه حمرناها على النار اهي الكنافه. طشه بقى، بصوا الطشه الحلوه بتاعتنا اهي، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الطشه؟ اهي. الله على الريحه، الله على الريحه بقى، حاجه الشتا الحلوه الجميله دي اللي ريحتها ايه. عندك برضو حبه مكسرات، حبه سوداني، حبه زبيب اهو على الوش كده اهو. بس قوموا بقى كده جربوها، حلوه وجميله اهي، وقيمتها الغذائيه عاليه وبتدفي، الجو برد جدا 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 جدا، طبعا كلنا حاسين بالبرد. قوموا بقى كده جربوها، وتبقي عملتي الترند في البيت اهو من غير اي تكلفه، مش هيكلفك حاجه. يلا قومي بقى كده شوفي شويه قمحه عندك، شويه كنافه كده من رمضان في الفريزر، وجربوها، وان شاء الله بقى يا رب تنول اعجابكم، وان شاء الله اكون عملت لكم حاجه حلوه وجميله وبسيطه. يلا بقى اشوفكم على خير، باي باي.